السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ كنت نزلت امبارح في الستوري، كتبت ان انا يعني لو عندك اي سؤال بقى عايز تساله في الانجليش، كورسات تطوير مهني، ايا كان بقى اي حاجه يعني عايز تسالني فيها اسالها. ف في سؤال يعني قمر قوي كده عجبني، تمام، من اكونت اسمه كرس. هي قالت لي عايزه اعرف اتكلم انجليش صح. تمام. والله انا ليه قررت اجاوب السؤال ده؟ السؤال ده يبدو كده لاول وهله اللي هو ايه ده، سؤال صغير كده، ويعني بس هو في الحقيقة هي رجعتني لورا 5 سنين، لأن هو عايزة أتكلم إنجليش صح. تكلمي إنجليش صح، ده الموضوع يعني يا جماعة محتاج نفس طويل جدا وطولة بال. عشان برضو يعني أجيب لك من الآخر هقول لك أنا، بالنسبة لي مثلا أنا عملت إيه. عندك أول حاجة لازم يكون عندك كلمات، شوية كلمات كده حلوين عشان تقدر تعمل جمل كويسة وتقدر تتكلم إنجليش. تمام، كلام منطقي جدا. معاك شوية كلمات حلوين ومظبط شوية أساسيات جرامر. معاك أساسيات جرامر ومعاك كلمات حلوين. تمام. طيب بقى معاك الحاجتين دول. دلوقتي بقى اقدر اقول لك ابدا اسمع قناه اسمها بي بي سي ليرنينج انجلش. اوكي. قناه البي بي سي ليرنينج انجلش دي جميله جدا جدا، قناه ممتازه. ليه بقى؟ عشان هي بتجيب لك، بتلاقي فيها كل الموضوعات اللي انت ممكن تخطر على بالك او ما تخطرش على بالك اصلا. تمام. يعني ممكن مثلا تلاقيهم بيتكلموا عن موضوع بيتكلم عن الهيلثي فود، موضوع تاني بيتكلم على السبورتس، بيتكلم على البيتس and so on. يعني بص كل الموضوعات. طب ده هتستفاد منه ازاي؟ القناة دي تستفاد منها ازاي؟ هي القناة 6 minutes English حلاوتها في كده ان كل فيديو بينزل هو مش اكتر من 6 دقايق، فحاجة لذيذة قوي. يعني انت 6 دقايق من يومك مش حاجة. بس لو عايز نصيحتي، الفيديو هتشغله 3 مرات مش مرة واحدة بس. تمام. انت في الاول خالص اول ما هتبتدي كده عشان تشغل الليسننج عندك وتشغل ودانك بقى وتسمع، مش هتسمع حاجة صدقني، هتسمع ما تيأس خلاص. تمام. اول حاجه لقيت نفسك مستمع حاجه عادي عادي، المهم انت ايه، واحنا قلت لك الموضوع محتاج صبر ومحتاج نفس طويل قوي جدا. فهتبدا تسمع اول مره، تحاول ان انت تفهم الموضوع ده كده بيتكلم عن ايه. مفيش مشكله ان انت تقرا الكتابه الموجوده بالعربي في الاول، انت لسه ما تضغطش يعني، بالراحه على نفسك. ماشي. اسمع اول مره وشوف الموضوع كده ككل بيتكلم عن ايه. دي اول حاجه. بعد كده اسمعوا كمان مرة نفس الفيديو في نفس اليوم دوت، اسمعوا كمان مرة تاني بس مثلا في نص اليوم، يعني مرة أول اليوم كده الصبح بدري، مرة تانية في نص اليوم اسمع نفس الفيديو، بس طلع منه الكلمات الصعبة عليك أو الكلمات الجديدة عليك. تمام. وكمان اللي هيساعدك في كده اللي انت تتعرف على كلمات جديدة، اللي هم نفسهم في الفيديو بيبقى حاطين تحته كده، بيبقى موجود فيه الكلمات الجديدة بتعريفاتها بالإنجلش، فدي بصراحة حاجة رائعة جدا. تمام. ده كده تاني مرة. تيجي تالت مرة تسمع نفس الفيديو بس في آخر اليوم قبل ما تنام مثلا كده، تروح سامع نفس الفيديو. طب المرة الأخيرة دي ليه بقى؟ المرة الأخيرة دي عشان تركز بقى في البرونسيشن، تركز بقى في طريقة النطق بتاعهم، طريقة الكلام كده بتبقى عاملة ازاي. خلاص. اتفقنا على كده. يبقى البي بي سي ليرنينج كده يعني روشتة، اكتب في روشتة عندك. لو انت عايز تتكلم انجليش كويس، بس اهم حاجه الاستمراريه ويبقى عندك طولة بال. البي بي سي ليرنينج انجلش. اوكي، 6 minutes انجلش. طيب دي للناس اللي بتحب تتكلم بريتش اكسنت، بنصح لها القناه دي. طب الناس بقى اللي بتحب تتكلم امريكان اكسنت، ما بتحبش البريتش، الناس دي ممكن تسمع قناة تانية شبهها بالظبط بتوازيها. يعني بص هما حسام وابراهيم، القناة التانية دي اسمها VOA Learning English. VOA Learning English هي نفس البي بي سي Learning، بس الفكرة ان دي بالامريكان اكسنت. شوف انت بتحب ايه اكتر، وهو على اساسه شوف هتروح لانهي قناة. في حاجة تانية لسه يعني مجربوها كده جديد، هقول لكم عليها برضو، اسمها جي بي. اوكي، جي بي دوت اب نزله على التليفون، واحدة من الاي اي كده artificial intelligence، من الذكاء الاصطناعي. تبدأ ترغي معاها طول اليوم. بص تبعت لها فويس تسألها عن حاجة أو بتتكلم في حاجة، هي تلاقيها بتسأل بترد عليك. تمام. وبتسألك وانت ترد عليها وهكذا. ومش بس كده، يعني انت بتبعت فويس فده بيشجعك على السبيكينج، وكمان الكلام بيظهر قدامك كتابة، والكلام بيتصلح لك. يعني انت غلطت مثلا، قلت حاجة غلط في الجرامر في الكتابة عندك، في حاجة
مش مظبوطه. تمام، فهي بتبدا تقول لك لا خد بالك من كذا وصحح كذا. فبص يعني عيش معاه جي بي دوت، يعني عيش معاه كده طول اليوم، رغي رغي براحتك بقى. ماشي. فهو طبعا مش طول اليوم، انت بس في الانجليش يا جماعه اللي عايز والله يعني practice makes perfect. انت عايز تبقى تقرا تتكلم انجليش كويس، لازم تتعب شويه على نفسك. في ابس ياما قوي يا ربي، ياما جدا والله. ويعني انا معايا كميه مصادر بس هتوه، عايش ازاي تتوه. ركز بس في الخلاصه كده من الاخر دول، ظبط فيهم. واهم حاجه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم استمراريه. استمراريه، مش شرط ان انت تضغط نفسك وبعدين تلاقي نفسك ريحت في الاخر. لا، اهم حاجه تستمر. وبص بقى قول لي برضو لو انت عايز اللينكات دي، سواء بتاع الاب ده ابعته لك، او القناتين دول ابعتهم لك في اللينكات، قول لي بس كده على طول في الكومنتس، وانا هبعت لك على طول الحاجات اللي انت عايزها. تمام. يلا see you، ولو عندك برضو اي سؤال تاني ما تنساش تسأله. يلا see you، باي باي.